السلام عليكم متابعين، ان شاء الله الكل بخير وصحة وعافية. طبعا هذا تزيين بسيط. طلبية عندي قالب كيك راح احشي مروال الكراميل وكريمة. هاي واحد. الشغلة الثانية اريد اخذ رأيكم. حبيت اسوي حساب على الانستا واضيفكم بيه، اللي عنده اسئلة اللي عنده استفسار حتى اقدر اتواصل وياه، وهم انشر فيديو هناك وانشر المقادير والمصروفات، مثلا انشرها بفيديو وانشرها على الانستغرام، المقادير والتكاليف مال القوالب او الشغلات اللي انشرها حتى شوية تسهل علي. حبيت اخذ رايكم بهاي الشغلة، شو تقولون؟ اذا موافقين كتبوا لي بالتعليقات حتى اسوي انستا واضيفكم كلكم بيه. نرجع لموضوع الفيديو. طبعا هاي حشيتها كراميل مروال وكريمة شانتيه. كريم شانتيه مقدار كوبين. والسبونج هذا انا مشتغله بالفيديو اللي راح. تكلفته صارت 3000 دينار مثل ما جاي يشوفون. هنا جاي اغلفه. طبعا احسن نصيحة اقدمها لكم بالتغليف انه من تغلفون القالب خلوا كريمة هواي. قد ما خليتوا كريمة هواي يعني التغليف راح يسهل عليكم، وما يتبين اي شي بالقالب او عيب او يعني شي بالقالب ما يبين يتغلف زين. هاي نصيحتي لكم، كثروا من الكريمة عادي يعني. سووا دائما اخبطوا كريمة زيادة مو نقص، ما عليها شي. مثل ما قلنا الاسفونج نص كيس استعملت اني. كلفني 2 الا ربع و6 بيضات ب1000 وربع، 3000 صار عليه القالب. طبعا كريمة كوبين يعني تقريبا 2 ونص، 2 ونص عادل، لان الكيس بيه 5 اكواب، فكوبين يطلع ب2 ونص، و3 5 ونص. راح استعمل قاعدة مال كيك يعني اللي خليه جوا القالب، هاي الذهبية ما جاي يشوفون. تصير عليه تكلفة هذا القالب 6000. طبعا ويا العلبة اللي اخليه بالعلبة وانطي للزبون. العلبة تقريبا 750، قولوا 1000، 7000 صار هذا القالب. طبعا هاي التنقيش نقشة بسيطة طبعا على ذوق الزبون. مثل ما جاي يشوفون صار تكلفة القالب 7. هذا القالب انا ابيعه ب15، يعني بالاسفنج الجاهز. ويعني شغلات بسيطة، بس إذا مثلا نستله أو كذا أو صرف عليه أو حشوة خاصة، لا السعر يزيد يصير ب20. يعني مثل ما جاي يشوفون شغل حلو ومرتب. تزيين بسيط يعني. راح أسوي بالفورمة بردة، احنا هذا النقشة نسميها بردة. طبعا دائما التزيين باستخدام الكريمات يعني مو مكلف، كل الزين. طبعا كل ما تزيد تكلفة القالب يزيد سعره، من ناحية الحشوة، من ناحية التزيين، مثلا صب كاكا صب نسترة. طبعا ان شاء الله هاي الفترة راح انزل يعني هذا الاسبوع ان شاء الله انزل بس تزيين قوالب كيك، لان تعرفون راس السنة جاية. فافكار راس السنة راح اسوي فيديوهات ونقشات مع راس السنة، كل ان شاء الله سهلات وكلها تتعلم بها ان شاء الله. هاي راح اخلي هنا لون احمر على الكريمة شوية، تصير شلون الوردية، ويا الابيض الوردي ويا الابيض كلش حلو يطلع. طبعا ذاك القالب اللي كان على صفحة الباحة نشرت الفيديو مالته انا، زينته ونشرته. وهذا الثاني. طبعا هذين القالبين طلبية الزبون واحد، دائما يطلب من يمي. هواي من المتابعين يسألوني شلون تبيع الكيك، شلون احنا نبيع بالكيك بالبيت. وهاي طبعا هسه موجود النت، سووا حسابات على التيك توك، سووا حسابات بالفيس بالانستا باليوتيوب، حتى باليوتيوب سووا قنوات. انصحكم ونشروا شغلكم، واللي عنده موهبة انه يعرف يشتغل كيك وقهوة هاي سووا قناة وفيد الناس وياك. ونفس الوقت اللي يحب يشتري يقدر يراسلك وياخذ من يمك. طبعا احسن مصدر يعني شلون نقول الرزق، شلون تمشي رزقك وتبيع قوالب، هو على الانترنت يعني. اللي ياخذ من يمك اذا كيكة طيبة وحشوتها طيبة وشغلة مرتبة وسعر مناسب، اللي ياخذ يمك من يمك يقوم اي مناسبة يرجع ياخذ. قرايبه مثلا صديقه يقوم يوصي لك، يقوم يوصي بيك هو يعني.
هو رزق على الله، بس واحد يرتب شغله بالحشوات كيك الطعام، هم الزبائن من وحدهم يجون، يعني مو شغلة صعبة. يعني مثل ما تشوفون نقشة بسيطة ومرتبة. طبعا شغل الكيك حلو وسهل وما بيه صعوبة، واللي ما يعرف شوي شوي يتعلم، ويا الوقت يقوى. لا حد يخرب واهسكم، في البداية شوي صعوبة، بعدين كل شي يسهل والنت موجود، كل شي متوفر. يعني مثل ما تشوفون نقشة بسيطة. طبعا هاي على ذوق الزبون. طبعا اكو هواي ناس يشوفوا المقطع وما يخلون لايك، خلوا لايك حتى الفيديو يصعد. في امان الله.